احنا النادي الاهلي يا شويه جرابيع، والنادي الاهلي عمره ما بياخد قرار ويرجع فيه، وعمره ما هيكون حنفي زيكم. كل الدعم لاداره النادي الاهلي، وكل الدعم للكابتن محمود الخطيب في كل قرار خده النهارده، واحنا معاك. وجمهور النادي الاهلي في ظهرك يا كابتن محمود في اي قرار تاخده، وجمهور النادي الاهلي معاك في عدم استكمال الدوري المصري، عشان تعرفهم ان الدوري المصري بدون النادي الاهلي ملوش اي 30 لازمه. ومباراه النهارده وضحت لنا ان جمهور نادي الزمالك واداره نادي الزمالك اداره ملط، وعايشه في الكذب، وعايشه في دور المظلوميه، وعايشه في دور المؤامره ان التحكيم ضد نادي الزمالك. مباراة النهاردة وضحت لنا مين اللي مظلوم تحكيميا ومين اللي بيستفاد بالتحكيم. وعمر النادي الاهلي ما بياخد قرار الا لما يكون درسه 100% وعارف نتائجه وعارف ايه اللي هيحصل بعد القرار ده. واحب اقول لإدارة النادي الاهلي ما تكملوش الدوري، لان الدوري المصري مش فارق معانا، عندنا منه كتير. كمية البطولات اللي عندنا توضح الفارق بيننا وبين اقرب منافس لينا، وتوضح لك ان النادي الاهلي التوب في الدوري، ومن غير النادي الاهلي الدوري ملهوش لازمة. وكل الفرق اللي في الدوري ما هي الا كومبارسات عشان الدوري المصري يكمل فقط لا غير. الدوري المصري بدون النادي الاهلي هيقلب دوري درجة تانية. بس كده، يلا سلام.